ليه العقارات في مصر زادت بالخمس والست أضعاف؟ في أي أزمة اقتصادية معظم الأصول بتقع، الأسهم بتنهار والعملات بتقع وتتحول ورق، لكن في وسط ده كله العقار دايما واقف ثابت. في 2020 كورونا شلت العالم، أسهم الطيران والسياحة انهارت، لكن العقارات في مدن زي القاهرة ودبي غليت لأن الناس بتهرب من الفلوس الورق لأصول حقيقية. في مصر الموضوع بقى واضح، من 2016 لحد دلوقتي الجنيه فقد أكتر من 70% من قيمته، لكن سعر المتر في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس مثلا زاد حوالي 5 أو 6 أضعاف عشان يوصل النهاردة في مشاريع كتير فوق ال60 وال70 ألف جنيه. التضخم بياكل كل حاجة إلا العقار. في 2022 مثلا معدل التضخم السنوي في مصر كان فوق ال 20%، لكن في نفس السنة مطورين كتير جدا رفعوا سعر المتر من 25 ل 30%. يعني العقار مش بس حافظ على قيمته، ده سبق التضخم. العقار مش استثمار سحري، لكن هو ملاذ آمن بجد. لما كل حاجة بتقع بيتك بيفضل واقف، لأنك مش ماسك ورقة في بنك، أنت ماسك أصل ملموس. السؤال هنا بقى، في الأزمة الجاية هتسيب فلوسك في البنك لحد ما تتبخر، ولا هتحولها لأصل يقاوم الزمن والظروف؟